السلام عليكم. لو فينا حد نزل أي كافيه وطلب كوباية ليمون بنعناع وشاف الرغوة الحلوة اللي على وشه دي، أكيد أكيد سألتي صاحب الكافيه إيه سر الرغوة دي وبتعملوها إزاي. تعالى أقولك على العصير المنعش في الصيف اللي بيروي في الصيام، وأقولك إزاي بنعمله، وكمان إزاي نحتفظ بيه في التلاجة يومين وتلاتة من غير ما يمرر مننا. أول حاجة بسم الله، هنجيب العدد 2 ليمون او 3 ليمون على حسب الكمية اللي انتي هتعمليها، ونقشرها كويس قوي، ونشيل كمان منها البذر عشان ما يمررش خالص معاكي. والفايدة هنا ان هو لو العصير ده قعد معاكي يوم واتنين في التلاجة ان شاء الله مش هيمرر طالما شيلنا البذر وقشرناه كويس. هنجيب برضو كمية حلوة كده من النعناع، ومش هنقطفها ولا اي حاجة، بس هننقعها في مية لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة عشان نضمن إنه بقى نضيف ومفيش فيه أي رواسب. بعد كده بناخد الليمون والنعناع بنحطه في الخلاط، ومش بنقطف النعناع ولا حاجة، احنا بناخده زي ما هو بالعيدان ونحطه في الخلاط. كمان بناخد الليمون ونضيفه على النعناع في الخلاط، وبنضيف عليهم السكر، والسكر هنا حسب رغبتك وحسب ما انت بتحبيه، مسكر أو دلع. هنضيف عليه بقى المية وناخده على الخلاط نضربه كويس جدا. في المرحلة دي لازم تتأكدي ان هو انضرب كويس. قبل ما نضيف اي حاجة، شايفة كمية الرغوة اللي على وشه حوالي 2 و3 سنتي. بعد كده بنصفيه كويس قوي بمصفى ضيقة، ولو المصفى بتاعتك واسعة شوية يبقى الافضل ان انت تصفيه مرتين. بعد كده بتتأكدي ان هو اتصفى كويس، بترجعيه تاني في الخلاط. والخطوة بقى التانية دي هي دي اللي بتعمل الرغوة اللي احنا فعلا بنلاقيها في اي كافيه وبنسأل عليها، وهي إضافة مج لبن بارد أو اللي هو الحليب بارد للعصير، وبعدين نضربه تاني في الخلاط. الحليب ده أو اللبن ده لما يكون بارد بالذات بيساعد على تكوين الرغوة دي، ويخلي العصير كمان ما يمررش معاكي خالص، تاخدي منه أحلى عصير برغوة ويفضل طازة معاكي إن شاء الله. العصير ده ولا بيمرر لو حتى قعد تاني يوم، ولا لونه بيتغير ولا أي حاجة. هو ممكن بس كل اللي يحصل فيه إن هو يترسب في الكوبايه او يترسب في الشفشق بتاعك. اما بتيجي تقدميه، مجرد ان انتي بترجيه زي ما انتي شايفه كده بالظبط، وبتيجي تصبيه بتلاقي الرغوه نزلت معاه والعصير موجود، ولا في مراره ولا في اي حاجه. هتاخدي احلى عصير ليمون بنعناع يرويكي بعد الصيام، وكمان ينعشك في حر الصيف. والف هنا على قلبكم. ما تنسيش بقى تعملي اللايك واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش.